سلام عليكم. انا اتعرفت على راجل محترم جدا، لكن متجوز وعنده 53 سنة، بس مش باين عليه سنه خالص ومحافظ على نفسه جدا. اول ما شفته قلت هو ده اللي انا عايزاه، وفيه كل المواصفات اللي انا بتمناها كزوج. انا مطلقة وعندي 3 ولاد وعندي 49 سنة. اتعرفنا على بعض وحبيته جدا فوق ما تتخيلوا. مراته وابنه بقى عايشين برا مصر عشان ابنه بيتعلم في بلد تانية، انما هو بقى عايش في مصر لان شغله كله هنا، لان هو راجل اعمال. لما اتقربت منه قوي عرضت عليه الجواز. في الاول هو رفض وقال لي احنا اصدقاء بس، انا بحب مراتي وما اقدرش استغنى عنها ولا عمري في يوم من الايام هطلقها. المهم انا ما سكتش طبعا، فضلت وراه وقعدت سهلت له الدنيا كلها، وقلت له لا هتجيب عفش ولا شقه ولا حتى هتصرف عليا. وبعد فتره بقى كده اقنعته ووافق فعلا ان هو يتجوزني، ولما جه يطلبني للجواز ما جابش اهله معاه، والموضوع ده كان مزعلني منه جدا. بس قلت مش مشكله، المهم ان هو هيتجوزني. ومش بس كده، ده كمان عرضت عليه ان احنا نتجوز عرفي عشان فلوسي كلها تروح لولادي من بعدي. وهو بقى اتفق معايا ان هو هيجيلي في الويك اند بس، وقال لي لو مراتي عرفت او وصل لها اي حاجه الجوازه دي هتتفركش. اتجوزنا قدام اهلي كلهم، وكان بيجيلي في الويك اند فعلا بس، ونخرج نتفسح، وكان لطيف جدا معايا. وانا كمان كنت عايزه اخليه يحس ان كل شيء حلو معايا انا. بس لما كان بيسافر لمراته بقى ما كانش بيتصل بيا خالص، ولا كان بيعبرني، ولا كان حتى بيطمن عليا. كان يقعد معاها اسبوعين كل كام شهر كده، وطبعا انا كنت بغير جدا. ازاي ما يتصلش بيا ولا يطمن عليا حتى برساله؟ لكن اول ما كنت بشوفه ويرجع لي كنت بنسى الزعل ده خالص. بعد سنة من جوازنا بقى مراته اكتشفت صور لفرحنا انا كنت بعتها له على الواتساب، وطبعا ما سكتتش، طلبت الطلاق منه على طول، وحصل مشاكل بينهم كتير جدا. وهو قال لها ان هو مش عارف عمل كده ازاي، وان انا اللي سهلت له كل حاجة عشان يتجوزني، واستغليت ان هي مش موجودة معاه. وجه فعلا وكلمني في الانفصال. كنت متدمرة جدا، بس عرفت بقى اخليه يتراجع عن قراره ده، وان احنا نضحك عليها تاني ومش هيبان خالص ان احنا متجوزين، وكأننا اتطلقنا. وفعلا دخلت على مراته اصغر مننا ب10 سنين تقريبا، وفضلنا 7 شهور من غير ما تعرف. بس هي كانت دايما بتراقب تليفونه، فكانت بتشوف الحالة بتاعتي على الواتساب. كنت بنزل صور ليا انا وهو، وفي يوم نزلت صورة ليا انا وهو فعلا وهي شافتها. دخلت بقى بعتت لي كلام، يعني الشتيمة اهون من الكلام اللي هي قالته لي، وقالت لي كلام بصراحة ما ينفعش ان انا اقوله. بعدها اتغصت منها جدا، لان انا ما عملتلهاش حاجه، انا ما جرحتهاش، بالعكس هي اللي جرحتني، وقالت لي كلام ما ينفعش يتقال. وبعدين احنا اتجوزنا ما عملناش حاجه غلط، بس اللي كان بيقهرني قوي لما بيكون معايا وهي بتتصل بيه ويرد عليها طبعا ويكلمها، ما يقدرش ما يردش. اول ما يقفل معاها الاقيه زعلان جدا. اقول له انت زعلان من ايه؟ كان يقول لي ازاي هي كويسه معايا كده وبتحبني وانا اعمل فيها كده وانا قاعد معاكي دلوقتي وهي مش عارفه انا فين. كنت بقوله ده حقك وحلال ربنا. وبصراحة بقى من ساعة الكلام اللي قالته لي وانا ما بقاش يهمني اي حاجة، وبقيت بقى ابعت له رسائل وهو عندها، ومش هاممني بقى تعرف ولا ما تعرفش. وفي مرة من المرات لقيت صورة ليا كنت بعتها له، وكنا بنهزر بقى هزار كده، يعني اتنين متجوزين، يعني كلام كده ما ينفعش يتقال. لما شافت الصور دي وشتمتني شتايم من اقذر الشتايم، وقالت لي كلمة صعبة جدا مفيش اي حد ممكن يقبلها. وطبعا لما سألته انكر قدامها اني مراته، وقال لها انا مطلقها فعلا وهي اللي بتجري ورايا. وغير كده كمان بعتت بنتي الكبيرة عندها 20 سنة، بعتت لها صور كنت بعتها لجوزي، طبعا صور برضو ما ينفعش ان هي اي حد ممكن يشوفها. دخلت كلمتها وقلت لها ده جوزي زي ما هو جوزك، وقلت لها اللي بتعمليه ده هيخرب بيتك، وقلت لها خلي بالك هو عمره ما هيسيبني، واقبلي بالموضوع بقى واقبلي بالامر الواقع، انه بيحبني جدا. فردت عليا قالت لي انا عارفه كويس ان هو مش بيحبك، ده بيحبني انا. وقالت لي على فكره هو قال لي ان انت اللي عرضتي نفسك عليه واتجوزك بالساهل ومن غير ما يدفع فيكي ولا مليم. وقالت لي كلام كتير يجرحني ويرخصني، وانا مش رخيصه، انا كنت بحبه وده حلال ربنا. وبعد ما قالت لي الكلام ده كله قعد معاها شهرين ما بعتش فيهم ليا ولا رساله، لحد ما بعت له انا. قلت له لا كلام ولا عتاب، انت تيجي لاهلي وتطلقني. قال لي انت عايزه كده؟ قلت له اه. قال لي خلاص ماشي حاضر. انا قلت بيقول لي حاضر كده لحد ما يرجع من عند مراته وهيجي يراضيني، وكمان انا هرجع له بشروط زيها بالظبط. اتفاجئت بقى ان ابويا بيتصل بيا وبيقول لي ان جوزك طلب يقابلنا لانك عايزه تتطلقي، وكمان مراته عرفت، وقال صراحة كده ان هو مش هيخسر بيته ولا هيطلق مراته التانية. هو ليه ظلمني كده؟ ليه ما وقفش لمراته وقال لها ان دي مراتي زي ما انتي مراتي بالظبط؟ ليه ما جاش يصالحني؟ هو ما صدق كده ان انا طلبت منه الطلاق؟ للدرجة دي قدر يستغنى عني؟ ليه اختارها هي وسابني انا؟ انا هتجنن. انا كنت بالنسبة له ايه؟
هو بيحبني وهو اتجبر منها ان هو يطلقني ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارفة. عايزة رأيكم من غير تجريح ارجوكم. اللي فيا مكفيني خلاص، عدتي قربت تخلص. كنت مفكرة ان هو هيكلمني ويجي يصالحني، لكن ده ما حصلش. اعمل ايه؟ اكلمه واحاول معاه تاني ولا اتصرف ازاي؟ يا ست الكل، هو ما قدرش يختارك انتي بدل مراته، وحبك ليه مش كافي يبني حياة. أفضل حاجة دلوقتي تبعدي عنه وتحمي قلبك وكرامتك، وتركزي على ولادك ومستقبلك، وما تحاوليش تتواصلي معاه تاني، لأن هيدخلك بقى في دوامة ألم ووجع. وما تنسيش، انت اللي رميتي عليه نفسك، وانت اللي فرضتي عليه نفسك، وانت اللي فضلتي وراه لحد ما يتجوزك، لأنه كان رافض من الأول، مش هو اللي كان بيجري وراكي. فعززي نفسك كده وعيشي لولادك، أو بقى تختاري راجل مناسب يكون فعلا عايز يتجوزك ويراعي ربنا فيكي. مستنية أعرف رأيكم في المشكلة دي، واستنوني إن شاء الله الحلقة الجاية في مشكلة جديدة. سلام عليكم.